السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ايس كريم المانجا بطريقة سهلة جدا واقتصادي خالص. تحفة يا حبايبي، الطعم جميل والشكل ايه يفتح النفس. اتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا معايا الفيديو وتشوفوا احنا عملنا ايس كريم المانجا ازاي. اهلا بيكم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل بقى ايس كريم المانجا الطبيعي، لذيذ جدا وبسيط خالص، ومقاديره زي ما انتم شايفين كده. معايا 3 حبات من المانجا، ومعايا كوبايه من الكريم شانتيه، ومعايا 3 معالق سكر بودر، ونص كوبايه ميه. ممكن نستخدمها كلها وممكن لا. هنجيب المانجا بتاعتنا ونحطها في الكبه كده، وانزل عليها بالكريم شانتيه، و3 معالق من السكر. كريم شانتيه دوت خام، واقفل كده. انا كده ضربت الايس كريم المانجا وخلاص كده. معايا علبه زي كده اصب فيها، شايفين الخليط ناعم وكريمي حلو قوي. صبيت الايس كريم المانجا في العلبه زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى العلبه دي في الفريزر من 6 ساعات ل 8 ساعات، وممكن كمان تبيتيها ليله كامله في الفريزر. هنحطها بقى في الفريزر، وبعد كده ما يعدي الفتره اللي قلت لكم عليها نرجع مع بعض تاني واوريكم احلى ايس كريم مانجا عملناه مع بعض النهارده. زي ما انتم شايفين كده، انا سبت ايس كريم المانجا في الفريزر لمده 6 ساعات. معايا معلقه الايس كريم. هنبدا كده نقطع. بسم الله. حلو قوي يا جماعه، شايفين؟ ايس كريم سهل وبسيط واقتصادي ومش مكلف. ايه رايكم؟ شكله جميل وطعمه لذيذ وطريقته سهله جدا. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. اذا عجبكم لايك وشير، وفعلوا لي زر الجرس، واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.